بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملعب دهوك يضيف مباراة مهمة هنا في الشمال الميناء في ضيافة الموصل صاحب المركز السادس عشر، الموصل ب19 نقطة، يضيف الخامس عشر الميناء برصيد 20 نقطة، فارق نقطة ما بين الفريقين في مباراة جميلة رائعة قبل بدايتها في أجواء جميلة في ملعب جميل. فريقين يقدمان مستويات مرضية في الفترة الأخيرة، وبالتالي هنا الكل يتطلع ما بين تصحيح مسار للميناء والعودة من جديد إلى الانتصارات التي لا ترضى بسواها البصرة، وأيضا ما بين استمرار نتائج إيجابية في فترة متفاوتة للموصل. هنا حكم المباراة السيد سالم عامر يطلق الصافرة معلنا عن مخالفة لرابع هدافي الدوري. الواضح أمامكم السوري علاء الدين الدالي الذي يملك 10 أهداف متساوية مع ليونيل أتيبا الكاميروني الذي يتواجد في الشرطة، وعلى بعد 3 أهداف من الدولي الأوزبكي تيمروف وكذلك فيدلس كوكو. وهنا المدرب الجديد الأردني سيد هيثم لشبول في محطة جديدة في دورينا بعد نفط البصرة ونفط ميسان والتجربة مع الشرطة. هنا المخالفة والضربة الحرة المباشرة، ثاني زيارة هذا الموسم لفريق الميناء لهذا الملعب سابقا، وإن تواجد الميناء هنا أمام فريق دهوك. وهنا ننتظر أن نشاهد التقدم من خلال ضربة حرة مباشرة للموصل ومخالفة في هذه اللحظات تذهب إلى خارج أرضية الملعب. بداية أولى هنا سيد لؤي صلاح مدرب نادي الميناء في هذا الموسم، يستمر في قيادة الفريق البصري عاما بعد عام، فترة بعد فترة. وهنا الواضح أمامكم المدافع الألماني روبرت باور. هنا كرة من الخلف، بداية لعب، المحاولة حاضرة من الفريقين، وكرة تلعب عند سامر محسن الذي يتقدم إلى الجهة اليمنى، لكن في هذه تدخل ورايا موجودة في هذه اللحظات. نلقي عليكم تشكيل الفريقين. بداية المباراة من الضيف الميناء عبد سليم حماد في المرمى، إبراهيم أكواناتي، فيصل جاسم، عباس ياسر، رفقة لوفل في خط الدفاع، رضا ماجي، مرتضى علي، وأحمد محمود في خط الوسط، محمد قاسم وإياي أتيموين، وكذلك مهند عبد الرحيم في الهجوم. هذه مخالفة على أحمد محمود في تدخل كان حاضر على سامر محسن، بالتالي ضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات. وهنا نشاهد أيها الأحبة واضح أمامكم مخالفة جديدة تأتي الآن لصاحب الرقم 16 في نادي الموصل علي لطيف الذي يلعب الكرة جناح اليمين، وعبد سليم في آخر لحظة يبعد كرة إلى خارج أرضية الملعب بعد التقدم من ميدراندا المدافع الكولومبي. بذلك تكون تشكيلة السيد هيثم لشبول مهدي هاشم في المرمى، علي لطيف، محمد معن، جوستن ميدراندا، روبرت باور في خط الدفاع، أكرم رحيم وسايمون ألكسندر، عمرو بشيرة في الوسط، سامر محسن، روشفونينغ، وعلاء الدين الدالي في الأمام. وهنا المحاولة الحاضرة عند الرقم 8 سايمون ألكسندر في كرة ستلعب مباشرة من خلال الركنية، الكرة الثابتة الثالثة منذ انطلاق اللقاء وإلى الآن. وهنا في الانتظار لكرة للدالي، مطالبات بركلة الجزاء، وركلة الجزاء قد تأتي أو قد لا تأتي، الأنظار على حكم المباراة وحكام الفيديو. بينما كرة تلعب الآن لمباغتة أولى وبرافو في تايمينج رائع من عبد سليم حارس المرمى، توقيت مناسب ومثالي هذا. عبد سليم حماد يصل إلى الكرة، وبالتالي هذه المحاولة فيها عبد سليم يحاول ويصل ويحصل على الكرة. بينما كرة في الوسط تلعب بينية ممتازة، قطع الكرة، سايمون في كرة مرة أخرى، محاولة مستمرة الآن، روش يلعب الكرة الكاميروني، لكن هنالك قطع في وسط الملعب، وهنالك تدخل وإبعاد في لحظة كان من الممكن أن تصل الكرة إلى عمق الهجوم، بينما محاولة مع مطالبات بخطأ. فرصة الآن للميناء لضربة أولى للسفانة، لكن هنالك لاعب ساقط على أرضية الملعب، معها ضاعت الفرصة. عادت مرة أخرى، عمرو يلعب كرة إلى روش في مكان، والمحاولة فيها خطورة، فيها ضغط الآن، فيها بداية لعب رائعة جدا للموصل. بشيرة عمرو يلعب الكرة إلى المتسلل والدالي أيضا خارج المنظومة، وبالتالي بين تسلل على سامر محسن وبين خسارة للاعب وتأخير التمرير من عمرو، الكرة مرت إلى خارج أرضية أو إلى مناطق الأمان للميناء، هي إلى خارج مناطق الضغط بالنسبة لفريق نادي الموصل. هنا
المحاولات، وهنا الكرة التي حصل فيها الاحتكاك الأخير. تلعب المحاولة مرة أخرى إلى الأمام. عمرو، وهنا أيضا روش فونينك. محمد معن حاضر. أنظار وجماهير تشجع تؤازر فريقها، بينما كرة الآن تلعب إلى مهند عبد الرحيم القيدوم عنصر الخبرة في هذه اللحظات. تعود الكرة إلى الخلف مرة أخرى لصالح لاعبي الميناء، محاولة الانتقال إلى الأمام، وكرة تعود مرة أخرى في الدفاعات. باور الألماني، روبرت يبحث عن زميل موجود في الطرف، أيضا لاعب آخر يحاول الهروب والروش فورينك، لكن في لحظة هنا أكرم رحيم لاعب الوسط، لاعب مهم جدا في وسط ملعب نادي الموصل. كرة ومحاولة الآن، فرصة ستلعب من خلال رمية جانبية. إعادة الكرة، تمرير وفيصل جاسم في انتظار كرة تلعب إلى الأمام. عملية الإبعاد بالرأس ممتازة في توقيت رائع. هنا الكرة التي تلعب مرة أخرى مباشرة، وصلت مرة ثانية أيضا إلى هجوم الميناء. مرت إلى خارج أرضية الملعب بعد أن طالت على هذا الرجل. إعادة الكرة، سلسلة من التمريرات، عادت إلى روش مرة أخرى. عمرو يلعب كرة إلى الأمام، الدالي على الجانب، وفي خطورة تواجد الدالي على الجانب، بالتالي هنا الانتقال في أكثر من مرة. عادت كرة في الخلف مرة أخرى، على الطرف بيليف يحاول مرة أخرى إعادتها في الخلف عند مرتضى علي الذي يتواجد التأمين قريب منا روبن، وفي لحظة يحاول فيها رضا ماجي يلعب كرة إلى الأمام ممتازة. أحمد محمود على الخط يحاول لحق بالكرة، لكن الكرة طالت على أحمد محمود في هذا التوقيت وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. أمامك سيد سالم عامر حكم المواجهة. كرة عند سامر محسن يحاول بسرعة الانطلاق إلى الأمام. سامر يبحث عن زميل، لو نظر مرة أخرى لو وجد لاعب فارغ ينتظر له هو عمرو بشر. كان مستعجل في هذه الفترة بالذات لحظة التمرير. كرة وصلت مباشرة إلى المدافعين. أحمد محمود مرة أخرى، عملية لعب الكرة في الخلف لا زالت عند لاعبي الميناء. محاولة الخروج بالكرة قائمة في فريق الميناء. الآن الدفاعات، إبراهيم كوناتي يحاول فيها إبراهيم، يمرر إلى كليتش روبن لوفلو مع مرتضى علي الذي يتمحور في الخلف، يعتمد عليه كمدافع في هذا اليوم السيد لؤي صلاح. هنا الكرة التي تلعب يتضح إلينا في هذه اللحظات هو الاعتماد على مرتضى علي. لاحظ عودة روفلو أيضا، لوفلو للضغط في هذه اللحظات. كرة تعود مرة أخرى، الجولة 11. الميناء واجه دوهوك هنا في هذا الملعب وخسر بهدف مقابل شيء عن طريق بولي سامبو المنتقل إلى الشرطة. عودة جديدة إلى هنا من السيد لؤي صلاح. الميناء القادم من خسارة صعبة في ملعبه أما الغراف، لكنه مر بسلسلة من التعادلات مع انتصار على الطلبة. تعادل مع الشرطة، النفط، زاخو وأمانة بغداد، والآن يطمح لتحقيق انتصار أمام أقرب المنافسين في سلم الترتيب أمام الموصل، خصوصا أن فترة الشتاء حسمت بخسارة للطلبة أمام القوة الجوية. بالتالي رسميا القوة الجوية هو بطل الشتاء في انتظار نتيجة الديربي لتحدد مدى اقتراب الشرطة. بينما كرة ومحاولة تلعب ممتازة، هنا الفرصة التي تصل في منطقة الجزاء. سامر محسن يحاول ينتظر زميل. عودة مرة أخرى، ألكسندر السوري يحاول، سوري آخر في الفرقة الموصلية، بينما كرة تلعب إلى خارج أرضية الملعب.
الأمور تسير مع كرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. هنا السيد هيثم الشبول مهمة جديدة بعد رحيل السيد تشاسب سلطان، يطمح لتحقيق انتصار مع هذا الفريق. محاولة وكرة في وسط الملعب من جديد مرة أخرى. تعود الكرة في الوسط، عملية استلام كنترول وعودة إلى الخلف، محاولة وضغط من علاء الدين، لكن الكرة تذهب وتعود مباشرة إلى المناطق الدفاعية. مباشرة عبد السليم إلى مرتضى علي. 10 دقائق على تعادل سلبي أيها الأحبة. هذه كرة تلعب عالية، تغيير في اتجاه اللعب، رضا ماجي يحاول فيها ولكن إلى خارج أرضية الملعب. هذه كرة التونسي تذهب مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. الميناء آخر هدف سجل في مباراة زاخو عن طريق محمد قاسم، آخر مباراتين لم يسجل الميناء، وبالتالي ينتظرون هدف أول. فرق أتت بعد فترة، والميناء الذي أسس الدوري على يده مع القوة الجوية وأعرق فريق في تاريخ الكرة العراقية بالشراكة مع القوة الجوية، إلى الآن حالة صعب جدا، يعني في مناطق لا يمكن أن يرضى بها المشجع المينائي. ميناء الذي يتواجد في المركز الرابع عشر، يعني على بعد كم؟ على بعد نقطة من المركز الثاني عشر الأقرب إليه، وهذا أمر لا يرضي جماهير السفانة، جماهير البصرة. علاء الدين يتقدم إلى الأمام، يلعب كرة، ألكسندر في كرة يحاول فيها، ينتظر زميله. يا سلام يا سلام، ما هذا المرور وما هذا التألق في كرة، حاول فيها، مر وصل مرر، لكن ليس هنالك من ينتظر، وبالتالي ضاعت المحاولة الأخيرة. وهنا روبرت باور يعود مرة أخرى إلى الخلف في هذه اللحظات. لقاء يتجدد مرة أخرى. هنا جماهير الموصل حاضرة، والكرة التي تلعب من خلال عبد سليم حماد، وبداية اللعب من حارس المرمى تستمر. تلعب المحاولة مرة أخرى في الخلف، مرتضى علي، عملية بداية لعب جديد. هذه كرة وهذه محاولة تلعب، لكن معها صافرة من حكم المباراة السيد سالم عامر. هنا السيد سالم عامر كان قريب مباشرة بعد هذا التدخل، أشار بخطأ لمصلحة سايمون ألكسندر زيتونة في هذه اللحظات. مرة أخرى بعد 23 سنة و7 أيام، واللقاء يتجدد من جديد ما بين الفريقين. اللقاء 26 بعد فراق لمدة 23 سنة و7 أيام لم يلتقي الفريقين فيهما أبدا في تاريخ الدوري. عاد من جديد هذا اللقاء 27 الذي يجمع الفريقين. الآن لمن تميل الكفة في هذا اللقاء. هنا كرة وعودة إلى الخلف مرة أخرى، رضا ماجي، وتدخل وضربة حرة مباشرة. تدخل وضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات على سايمون زيتونة المحترف السوري. هنا واضح التدخل الأخير، سلامات لرضا ماجي في هذه اللحظات، تدخل حاضر، ومباشرة حكم المباراة يطلق الصافرة معلنا عن وجود الخطأ والمخالفة. حاضر. عودة وبداية لعب جديدة، تمريرة في هذه اللحظات، رضا ماجي على الطرف، تعليمات من هيثم الشبول واضح، تركيز دائما وابدا اللاعبين غير المراقبين.
تلعب الكرة من جديد عند عبد سليم. عبد سليم حماد. رأسية حاضرة في هذه اللحظات. فيها إبعاد وتدخل. عادت مرة أخرى إلى سامر محسن. قوية طويلة من علي لطيف. بحث عن علاء الدين لكن تدخل فيصل جاسم في وقته. عادت وكرة تلعب إلى خارج أرضية الملعب. ماذا يقول السيد سالم عامر في هذه اللقطة؟ كرة إلى الخارج مباشرة. تعود المحاولة مرة أخرى. كرة ومحاولة وفرصة. الله، راية وتسلل، راية وتسلل في هذه اللحظات. سامر محسن، الراية ترفع والتسلل حاضر وحكم المباراة يرفض الهدف. لماذا كان الرفض؟ لماذا كانت الراية حاضرة؟ هنا تدخل وهنا محاولة وفرصة وصلت إلى منطقة الجزاء. لاحظ هنا عمرو وألكسندر يلعب كرة إلى الدالي. هنا كرة سليمة، بينما هذه الكرة التسلل لم يكن موجود في هذه اللقطة. لماذا ألغي الهدف؟ هل سيعود حكم المباراة إلى تقنية الفيديو في هذه اللحظات ليتأكد من شرعية الهدف، أم أن هنالك رأي آخر وكلام آخر في انتظار التأكيد من غرفة الVAR؟ وبالتالي هنا السيد سالم عامر ينتظر إجابة من غرفة الفيديو. على ماذا؟ ينتظر إجابة على شرعية الهدف. الكل في الموصل ينتظر الهدف الأول، ونحن أيضا ننتظر تأكيد الهدف الأول. وبالتالي جملة تكتيكية رائعة جدا وصل من خلالها فريق الموصل إلى مرمى الحارس عبد سليم، لكن قافل جلال أحمد المساعد الأول رفع الراية معلنا عن وجود تسلل، لكن شكل هدف جديد يضاف في سجلات الموصل وكذلك يضاف إلى أهداف سامر محسن في هذا الموسم. الجماهير بدأت تحتفل والجماهير بدأت تتفاعل في هذه اللحظات. سامر محسن إذن على موعد مع هدف جديد في هذه اللحظات، ربما يضاف إلى هدف الذي سجل في مرمى الكرخ. وهنا الكل ينتظر، الشبول ينتظر والكل ينتظر، خصوصا أن الفريق بعد أن انتصر على القاسم 3-2 خسر أمام الجوية ب1-0 مع ضياع لركلتي جزاء، وكذلك الخسارة أمام نوروز بال2-0، وتعادل هنا في المباراة الماضية أمام دهوك من دون أهداف. لذلك هذا الرجل السيد هيثم الشبول هنا يبحث عن الهدف الأول، يبحث عن الانتصار الأول مع الهدف الأول. إذن في انتظار أول أهداف الموصل في عهد السيد هيثم الشبول. الآن الكل ينتظر تأكيد الهدف، وسامر محسن بعد إنذار مرمى الكرخ في انتظار زيارة جديدة، في انتظار وصول جديد هنا في مرمى الميناء. سالم عامر وكل الموصل ينتظر التأكيد من هذا الرجل، من السيد سالم عامر، لتأكيد الهدف، للتأكيد على أن الهدف شرعي. وبالتالي هنا كل من هو موجود ويشاهد المباراة ينتظر تأكيد الهدف، وهيثم الشبول على حر من الجمر. هذا المدرب الواضح أمامكم، المدرب الأردني ينتظر أن يؤكد الهدف، ولا زال الهدف في تداول مع تقنية الفيديو، لا زال الهدف في تداول مع الفار. مهند قاسم عيسى مع السيد واثق مدلل هنا يتباحثان فيما بينهما على شرعية هدف الميناء الموصل الأخير في مرمى الميناء. إذن سامر محسن وفي انتظار هدف جديد وحضور جديد، وهنا الكل ينتظر
أن يؤكد الهدف بعد إنذار مرمى الكرخ. هل يزور الميناء اليوم؟ يزور الميناء اليوم ويؤكد الهدف. هدف شرعي، هدف سليم، هدف التقدم يأتي لأبناء الموصل، لأبناء الحدباء في أرض الشمال في دهوك. عزف موصلي خالص يأتي من خلاله هدف أول يؤكد عن طريق هذا الرجل سامر محسن. يتقدم بصناعة علاء الدين الدالي الذي لا بد له من بصمة، لا بد له من حمسة ولمسة. عمرو راح، عمرو تقدم، فتح الخطوط، الكسندر مرر، وهنا المرور، هنا العبور، هنا الوصول الذي كان من علاء الدين على طبق من ذهب. وصل بالكرة إلى سامر، كان يتابع ليضعها في المرمى، كان يتابع ليضعها في الشباك. وهنا الكرة التي سجلت والكرة التي وضعت في مرمى نادي الميناء، وهدف أول موصلي للأحمر لأسود الموصل. يأتي الهدف الأول الآن في هذه الدقائق، والحكم يقر بشرعية الهدف، وبالتالي ثاني هدف في هذا الموسم لسامر محسن مع الموصل. وأفراح مستمرة للجماهير فيما رحلة بحث للميناء عن هدف جديد. هذه كرة ومحاولة تلعب، تغيير في اتجاه اللاعب رضا ماجي المغربي يتقدم الآن. المغربي يحاول، رضا يلعب الكرة للتعديل الآن ومرت على الجميع. محاولة مرت على الجميع إلى خارج أرضية الملعب. التأكيد أتى من تقنية الفيديو. وهنا واضح عباس ياس، عباس الذي كان على شاشة سجل في مرمى الكهرباء، سجل في مرمى القاسم، والآن يطمح في هذه المباراة لحضور جديد. واجب دفاعي على الجهة اليسرى، كرة إلى خارج أرضية الملعب، كرة إلى الخارج ذهبت مباشرة إلى رمية جانبية. علي لطيف كابتن الفريق حاضر هنا. كرة تلعب من الخلف، عباس ياس يعيدها. دفاعات الميناء ألف علامة استفهام على الدفاعات البصرية، على دفاعات الميناء. كرة تلعب إلى الأمام، استلام ورأسية مباشرة من رضا ماجي، وصلت إلى محمد قاسم من صيف بكنترول ومخالفة، ضربة حرة مباشرة لمحمد قاسم من صيف الذي زار مرمى الشرطة وزار مرمى أيضا زاخو. محمد قاسم يبحث عن زيارة جديدة في هذا اليوم لمرمى الموصل. كما قلنا اللقاء يتجدد وحضور جديد فيه وصول جديد. الكسندر يحاول إعادة الكرة في الخلف مرة أخرى، يلعبها علي أكرم رحيم، فرصة وسامر محسن بالسرعة، لكن عبد سليم يخرج ويبعد الكرة إلى وسط الملعب الرأسية. حاضر الآن مهند عبد الرحيم يستغل الفراغات بالخبرة، يحاول مهند ولكن التغطية حاضرة. وبينما ميدراندا من أفضل المدافعين في دورينا، أسماء المحترفة، هذا ميدراندا لاعب ممتاز، لاعب ممتاز ميدراندا. آخر مباريات الذهاب في الجولة 19، هل تكون الخسارة الجديدة لفريق الميناء الذي خسر في 8 مباريات، في 18 مباراة خاضها الفريق، تعادل في 5 وفاز في 5، بينما الموصل خسر في 9 مباريات، تعادل في 4 وفاز في 5. من ناحية الانتصارات متساوين. هنا كرة تلعب مرة أخرى وإعادة الكرة، فرصة الآن أحمد محمود يتقدم. أحمد محمود في الموسم الماضي مع نوروز كان منفجر مع سيد قحطان جثير، حتى أدواره في الكهرباء رائعة، لكن ليس أحمد محمود المنتظر من جماهير الميناء أبدا، ليس هو أحمد محمود المنتظر كما ذكرنا. تلعب المحاولة إلى الخلف، عباس ياس يبحث عن زميل، يعود إلى مرتضى علي. مرتضى هداف الذي يحسم الأمور في الهجوم للميناء غائب. حقيقة الفريق لا يملك الهداف الذي يملك فريق الموصل، بينما هنا علاء الدين للحادي عشر.
سقط علاء الدين، ومع سقوط علاء الدين سالم عامر يقول كلا لا شيء في اللقطة، والشبول هنا ينفجر على مساعد الحكم، ينفجر على الحكم الرابع. عودة إلى الخلف الآن، مباراة جميلة، مباراة رائعة فيها تأكيد الآن للموصل، لكن هل في هدف؟ هل في هدف؟ والهدف يلغى في ركلة جزاء. تخيل معي السيناريو، تخيل معي ما يجري، الكل يعترض، فريق أحمر يريد ركلة جزاء في لقطة، وفريق أبيض يريد ركلة جزاء في لقطة أخرى، وسالم عامر حائرا ما بين طلبين. هنا التدخل، هل وصل إلى الكرة لتكون شفيعة لهذا الرجل؟ هنا العرقلة حاضرة، هنا الإعثار واضح، هنا ركلة الجزاء. سيذهب إلى تقنية الفيديو ليرى بنفسه، سيذهب إلى تقنية الفار ليتأكد. وسط العجب الموجود في دكة البدلاء، وسط العجب الموجود الواضح على محيي الكادر الفني للفريق الموصلي. هنا السيد سالم عامر، هل سيستدعى من تقنية الفيديو ليشاهد التدخل الذي كان على قدم علاء الدين؟ هل في تدخل على بليف؟ انفجار من قبل جماهير الموصل في هذه اللحظات، إذن انفجار على القرار الأخير، وبالتالي الكل ينتظر. لاحظ هنا سقوط آخر، لكن حالة ركلة الجزاء، هل في دفع؟ هل في إعثار؟ هذه فيها أيضا. لذلك السيد سالم عامر ما بين قرارين، ما بين قرار هنا وقرار هناك. لمن يؤكد القرار؟ هل تذهب في خانة ركلة الجزاء هذه اللقطة وهذه التدخل؟ القرار متروك لصاحب القرار، متروك لحكم المباراة الذي سيذهب ليشاهد الحالتين. هنا علاء الدين الدالي، الحديث مع الحكم الرابع موجود، وفي انتظار عودة سالم عامر، حكم دولي ذو خبرة عالية موجود في تقنية الفيديو، سيد مهند قاسم عيسى. وبالتالي الأمور الآن في انتظار تأكيد، في انتظار حسم كل هذا. والأمور معلقة. إذن سالم عامر لا زال في خطاب، لا زال في حديث. هنا الأمور تسير، وسالم عامر ينتظر، والجماهير تنتظر، وهذا الرجل ينتظر. دائما ما تشاهد حزين سيد لؤي صلاح، موسم غير ناجح لمدرب، دائما ما يقدم كرة قدم ممتعة مع الكهرباء، وبعد ذلك محطة جديدة مع القوى الجوية لم يكتب لها نجاح، ومغادرة من الباب الضيق أمام اعتراضات الجماهير على تواجده. إذن تقنية الVAR تستدعي السيد سالم عامر للحديث عن ركلة جزاء لم تحتسب، للحديث عن ركلة جزاء سينظر إليها في الشاشة ليشاهدها بشكل أوضح وأدق. المدرب الأردني سيد هيثم الشبول يريد الانتصار الأول. هذا هيثم الشبول واضحا أمامكم في تجربة جديدة لصاحب 51 سنة، بداية مساعدا في الشرطة السيد هيثم الشبول، بعد ذلك وصل لبوابة التدريب من نفط ميسان في نفط البصرة، المدرب الأردني الذي مثل الفيصلي والمنتخب الأردني. هنا الحالة التي تعطى للسيد سالم عامر، هنا الأمور تحت منظار حكم المباراة ليشاهد على الشاشة وأمامه وبأم عينيه ما جرى وما حصل. لاحظ، هل هنا في لمسة يد؟ هذه حالة فيها إشكال، فيها مخالفة سيعود إليها حكم المباراة لتلغي ركلة الجزاء. هنا أين ذهبت الكرة؟ هل كانت اليد هي المعترض الأول لهذه الكرة أم الكرة صدت في جسم اللاعب؟ إذن
هل سيذهب إلى مخالفة هنا لصالح فريق الميناء أم أنه سيذهب باتجاه ركلة الجزاء؟ سالم عامر يشير إلى مخالفة، إذا مخالفة ولمسة يد على علاء الدين الدالي. علاء الدين الدالي يقابل ذلك ببسمة، إذن لا ركلة جزاء، مخالفة ألغت كل هذا. لاحظ هنا اللاعب مرتضى علي سدد كرة ولمسة اليد كانت ألغت قرار ركلة الجزاء. عودة الأمل، وهنا السيد لؤي صلاح بعد نصف ساعة من اللعب يطلب من اللاعبين التقدم إلى الأمام. مشكلة الميناء دفاعية. خطأ آخر، وهنا مع المشاكل الدفاعية علاء الدين يسدد إلى خارج أرضية الملعب. خطأ من عباس ياس كاد أن يكلف الفريق الكثير، وبالتالي هنا السيد لؤي صلاح غاضب على الكرة الأخيرة وعن عدم التركيز. لاحظ قطع الكرة علاء الدين، تقدم شاهد المرمى، لكن لحسن الحظ أنه تعثر في أكثر من مرة والتسديدة كانت بعيدة. علاء الدين الدالي صاحب 10 أهداف ويبحث عن 11. دعم كبير لهذا اللاعب بعد ركلتي الجزاء التي ضاعت في مباراة القوة الجوية وتسببت بخسارة الفريق بهدف مقابل لا شيء. محاولة مرة أخرى، تلعب وتعود في كرة تصل إلى الأمام. إعادة الكرة سامر محسن، لمسات همسات غمزات، وهنا كرة وإلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة مع مطالبات بوجود ركنية، مطالبات بوجود ركنية. هنا التسديدة التي وصلت والركنية حاضرة موجودة. هنالك كرة ارتطمت بالمدافع وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. ربما سرعة الكرة لم تسمح لحاكم المباراة بالتركيز والتأكد من أنها ركنية. لؤي صلاح غاضب، بينما فراغات وشوارع في الدفاعات من الجانب المقابل. علاء الدين تسديدة أخرى فيها خطورة، وبالتالي الكرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. هنا هيثم لشبول، لم يسجل الميناء إلى الآن. كرة تلعب مرة أخرى وبالتالي تصل إلى الخارج من خلال علاء الدين الدالي، مرة باليمين مرة باليسار، وكل هذا الخطر على مرمى عبد السليم. عادة كرة أخطاء بالجملة، كارثي شوط هذا لفريق نادي الميناء. بينما كرة ألكسندر يلعب المحاولة، عبد سليم وعلاء الدين في مخالفة أم ماذا؟ لا زال حكم المباراة لا يشير إلى شيء سوى إلى ضربة مرمى في هذه اللحظة. هنا ضربة مرمى يشير إليها حكم المباراة السيد سالم عامر. في هذه اللحظات عبد سليم يعاتب الفرقة، يعاتب اللاعبين. لاحظ هنا سامر محسن مرر الكرة إلى ألكسندر لعب الكرة مباشرة إلى علاء الدين الذي لعبها رأسية، لم يتمكن منها عبد سليم، فكانت المتابعة حاضرة من علاء الدين الدالي. تدخل، وحكم المباراة هنا لم يقل مخالفة في هذا التدخل. هنا كرة في الجانب المقابل، تعود مرة أخرى في الخلف إبراهيم الغيني. تعادل سلبي في مباراة إربيل والقاسم وأيضا الشرطة، متعادل مع ديالا. علاء الدين يحاول، لكن مرتضى علي التدخل، يطالب بوجود مخالفة
علاء الدين، بينما كرة إلى كليتش. الميناء تأهل الهوية والعنوان في هذا الشوط. عباس ياسر يتقدم، يحاول يعطي تمريرة إلى رضا ماجي. يا سلام يا رضا، عملية المرور يحاول فيها، يمرر عباس ياس للتعديل، للعودة إلى المباراة، لعودة الميناء، لعودة العريق، لكنها كرة بعيدة، كرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. محاولة وصلت إلى خارج أرضية الملعب مع حيرة من هذا المدرب، لا تعلم ما يجري مع لؤي صلاح في الميناء. شعر أن المدرب غير مسيطر على الأمور، غير مرتاح، والأمر الذي يقلق المشجعين ويقلق المحبين لهذا الفريق. وهنا الكرة التي ستلعب من مهدي هاشم. تخيل أن هذا الهدف الذي دخل مرمى الميناء اليوم هو الهدف 20 هذا الموسم، بينما الفرقة بأكملها سجلت 8 أهداف. لا تعلم ماذا يجري، مشكلة هجومية مع مشكلة دفاعية، الحالتين الفريق يعاني. هنا مهدي هاشم سينفذ، بينما الموصل سجل هدف 10 وعليه 16 هدفا. بينما كرة تلعب من جديد واصلة مرة أخرى. أحمد محمود يبعد هذه الكرة، الفرصة إلى ألكسندر، التمريرات تترك والقراءة رائعة. ميدراندا يحاول، الكولومبي يلعبها، مرت على بشيرو، مرت على عمرو، ولم يصل إليها بشيرو ليسجل الهدف، ليضعها في الشباك. هنا عفوا الميناء سجل 19 هدفا هذا الموسم وعليه 21، عفوا بينما الموصل سجل هدف 16 وعليه 26. خلل دفاعي. هنا كرة مرت ووصلت، أرقام ليست بأرقام طموحة الميناء، أرقامها هجوميا جيد لكن معاناتها دفاعيا، يعني 19 هدفا في 18 مباراة أمر جيد، خصوصا أن بغداد عنده 20. هنا التدخل الحاضر، والسيد سالم عامر ماذا سيقول؟ في انتظار التنفيذ من عبد سليم. عبد سليم، محاولة وكرة تلعب عالية إلى الأمام، الرأسية حاضرة. سامر محسن واقف على هذه الكرة، يحاول عباس ياس يبعد، تصل مرة أخرى الرأسية، غياب هجومي للميناء. يحتاج الفريق إلى عناصر ضبط في وسط الملعب، يعني دكة احتياط الميناء فيها ياسين هنا المحاولة التي تلعب إلى الأمام مرة أخرى. ياسين عدنان، وأيضا زين العابدين جاسم، كرار جعفر، كيسندا، محمود خليل، مجتبى علي، محمد غالب، علي سجاد، نجم شوان، علي محسن، وعبد الله غازي، وعمار علي. هذه الدكة التي ربما يؤملون عليها كثيرا لتعويض من لم يقدم في شوط المباراة الأول. إذن في الجانب المقابل إبراهيم غازي، ابن زير، غفوري، عبد الله حسون، معين أحمد، باقر عطوان، عمر عبد الرحمن، سوران عزيز، غيث أحمد، وسيدريك ناغا، هداية لطيف، عمران زكي، وعلي كاظم قطفان. هذه خيارات لشبول. الشوط الأول لشبول تفوق مع فرقته في الحصول على كل شيء. محمد قاسم ومهند عبد الرحيم، ثنائية لم تعد بثمارها على الفريق الأبيض. عباس ياس، إعادة الكرة في الخلف، مرتضى علي يمرر، محاولة أحمد محمود،
تلعب الكرة العالية الرأسية من مهند حاضرة في منطقة الجزاء. بيليف يأخذ مخالفة في مكان ممتاز، مخالفة في مكان رائع لبيليف النيجيري، يحصل على ضربة حرة مباشرة في توقيت رائع جدا. لاحظ التدخل الذي كان من جانب عمرو، وبيليف دخل بشكل رائع، أجبر الحكم على إعطائه خطأ. عباس ياس وكرة تعود الآن، هذا الواضح أمامك رضا ماجي أو أحمد محمود عفوا، أحمد وعباس ياس. هل في هدف؟ الكرة ساقطة في منطقة الجزاء، أين من يصل إليها برأسه لكن لا أحد، وبالتالي الكرة فيها إبعاد رأسية حاضرة. مرة أخرى تذهب إلى خارج أرضية الملعب. 5 دقائق أخيرة وتعادل سلبي كسر بهدف عن طريق سامر محسن. هنا التدخل الذي كان حاضر، وفي لقطة فيصل جاسم أبعد. حكم المباراة الآن يطلب تنفيذ الرمية الجانبية. تعادل سلبي في مباراتين وتقدم في مباراة، هكذا هي نتائج ال3 مباريات القائمة حتى الآن في دوري نجوم العراق في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب، الجولة 19. سندخل مباريات العودة، وهنا الكرة التي ستلعب من خلال رمية جانبية لصالح نادي الموصل. حاضر في هذا التدخل والتركيز ميدراندا موجود، يتابع ينتظر، وهنا في انتظار عودة الكرة إلى الخلف خلال رمية جانبية ستنفذ. تدخل وإبعاد وكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية جديدة. أيضا الكرخ والزوراء في الساعة 11:15 بتوقيت بغداد في ملعب الكابتن شرار حيدر. في الجانب المقابل القرمة يضيف نفط ميسان، أيضا بنفس التوقيت يوم غد زاخو والنفط، الكهرباء وأمانة بغداد. في ختام الجولة 19 هنا محاولة وكرة تلعب إلى الأمام من الموصل وتعود إلى الخلف من دفاعات الميناء. إبعاد في هذه اللحظات، هدف يسجل الشرطة في هذه اللحظات في مرمى ديالا، وبالتالي الأمور تسير. وهنا بيليف للتعديل، إبعاد يأتي من مهدي هاشم وتدخل حاضر، بينما كرة حضر من ميدراندا. لا زالت المحاولة للميناء لعودة السفانة، ينصيف استبسال وإبعاد، وكرة التعديل ضاعت على الميناء. فرصة الميناء الآن، وإن هبت رياحك فاغتنمها. الآن فرصة، الآن محاولة من جانب عباس ياس للعودة إلى المباراة مرة أخرى للتعديل للسفانة. الموصل الفريق الذي بأكمله يعود الآن مع تواجد للدالي في مناطق قريبة من وسط الملعب، بينما الكرة التي تلعب في هذه اللحظات حاضرة من جانب أحمد محمود. محمود يبحث عن زميل بيليف، عملية التقدم إلى الأمام، هذه كرة واصلة، البحث عن محمد قاسم، هذه كراته نجم النجوم في رحلة تألق في الهجوم. يعيد السيد لؤي صلاح إلى المباراة، يعيد السيد لؤي صلاح إلى نقطة التعادل. 1-1 بلمسة بهمسة بغمزة عالمية للسفانة للبصريين، مبحرين في شاطئ دجلة، يمرون ويصلون إلى الشمال، وبصمة هذا الرجل واضحة حاضرة على طريقة كبار هذه المدرسة وهذا البيت. يضع كرة رائعة جميلة باحتراف، هنا ركنها على يسار الحارس مهدي هاشم ليسجل الهدف الأول لفريقه وهدف التعديل. وهنا الكرة التي وصلت وضعت 1-1 ونبت رياحك فاغتنمها، وبالتالي الكرة تصل
إلى المرمى، والكرة تعود مرة أخرى للدوران في أرضية الملعب. وهنا المحاولة، الموصل تراجع، تلقى العقاب، وهذه الكرة الآن والفرصة تصل، لكن ماذا يقول السيد سالم عامر؟ يقول مخالفة، يقول ضربة حرة مباشرة في توقيت كان فيه الفريق الأحمر يبحث عن خطة هجومية جديدة لتسجيل هدف التقدم مرة أخرى. يأتيك السيد سالم عامر ويشير بعد تدخل إلى مخالفة، تدخل ومخالفة أعطاها السيد سالم عامر مباشرة. ضربة حرة مباشرة، من المنفذ؟ علي لطيف على ما أعتقد، وهذه كرة ستلعب في الأمام عالية، وخروج لعبد سليم. ممتاز عبد سليم، يبعد في المكان وفي التوقيت السليم. هنا محاولة مرة أخرى، تعود الكرة والتدخل حاضر، بينما عملية التقدم ستكون من خلال هذا الرجل روبرت باور. لا يترك الكرة، الألماني يتركها إلى الكولومبي ميدراندا على التنفيذ. عالية هذه الكرة، 10 دقائق وقت مضاف من السيد سالم عامر. هنا المحاولة التي ستلعب برأسية أولى، رأسية أخرى، في عودة إلى الخلف الآن، عملية التمرير مرة أخرى، تعود الكرة، تدخل في نفس التوقيت وإبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة التي ستلعب إلى رمية جانبية، أو من خلال الرمية الجانبية، أبعدت إلى رمية جانبية وستلعب من خلالها. مرة دقيقة، والآن نحن نلعب في الدقيقة الثانية من الوقت المضاف. 10 دقائق كافية لقلب الموازين للميناء. حقيقة لو شاهدنا الشكل الهجومي بإمكان الفريق التقدم من خلاله أكثر وأكثر، فهذا أمر مطلوب وأمر مهم لعودة فريق الميناء مرة أخرى ليتقدم وليس ليتعادل. كرة عالية إلى الأمام، رضا ماجي يأخذ كرة بكنترول ممتاز، أسد الأطلس يتقدم، مر عبر، سدد في زاوية صعبة، لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. استلام رائع، مرور جميل، وتسديد ذهبت من خلاله الكرة إلى الخارج. هنا الكرة تعود مرة أخرى بوصول من عبد سليم إلى رضا ماجي الذي تدخل وعبر وسدد، ولكن كرة إلى الخارج كانت هذه المحاولة. هنا المرور والعبور والتسديد، وكرة إلى خارج أرضية الملعب. محاولة وصلت، ووصول كان يمكن من خلاله أن نشاهد هدف ثاني لفريق الميناء. تمريرة وفيصل يحاول فيها، يلعب الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تلعب مباشرة، هذا سايمون الواضح كان في اللقطة الأخيرة رمية جانبية تنفذ. فيصل مباشرة الكرة تصل إلى الأمام، الدالي لوحده، لكن مرتضى علي قريب، دالي يأخذ كرة، يتلاعب الدفاعات كما يشتهي، لو سجل سيكون هدف عالمي، لكن لحسن الحظ أن الكرة خارج أرضية الملعب. لحسن حظ أكيد جماهير الميناء والفريق، والكرة التي تذهب إلى الخارج. حقيقة لاحظ مرور وعبور واختراق، وهنا الغلبة والسرعة في الجري، وسبق الجميع وسدد كرة لتذهب إلى خارج أرضية الملعب في لقطة غريبة. حاول من خلالها التسجيل، ولكن الدفاعات كانت شوارع، وهذا أيضا أمر يثير الجدل مرة أخرى على الحالة الدفاعية لفريق الميناء. لؤي صلاح غاضب، يطلب من الفرقة التركيز، فريق خارج عن مرحلة التركيز، ضياع لأكثر من فرصة، وعدم التركيز يظهر في أكثر من لقطة. هنا في الخلف في بداية لعب جديدة، مرتضى علي لعب ياس في كرة يمررها على الطرف، رضا ماجي، لمن يا رضا؟ تلعب وتعود الكرة في الخلف مرة أخرى، مرتضى علي، عباس ياس، تقدم ووصول في لقطة إلى رضا ماجي مرة أخرى. هناك زميل ينتظر،
لعب كرة عباس ياس، لف ودار، رضا ماجي ينتظر كرة، هل في اوفسايد؟ الكرة فيها تقدم للمغربي، يتقدم رضا، يخترق، يلعبها قريبة، مرت على الجميع إلى ضربة مرمى في اللقطة الأخيرة، ورضا ماجي فعل كل شيء، وصل بالكرة إلى فم المرمى، لكن ليس هنالك من يصل إلى المرمى ليضعها في الشباك. حقيقة الأمور فيها ضياع لفرص ثمينة، طالت حتى على بيليف، هنا كسر التسلل، وصول من جانب رضا ماجي، دخول وتأخر، أعتقد هذه فيها إبعاد من حارس المرمى، لا أعلم هل ارتطمت بالأرض أم وصل إليها حارس المرمى. تعود الكرة في الخلف مرة أخرى، عملية التمرير حاضرة، تلعب عالية إلى الأمام، محمد معن، علاء الدين يبحث عن مخالفة، أقل من 5 دقائق على نهاية أحداث الوقت المضاف. أيضا رضا ماجي يتلاعب، يحاول ينتظر تقدم فيصل جاسم، وصلت الكرة إلى فيصل في مشروع هدف ثاني، الميناء لهدف ثاني، يا مهند يرتقي، ولكن مهدي هاشم أقرب، وصول سريع، وبالتالي الكرة فيها التقاط يتفاعل مع الحالات واحدة تلو الأخرى. سيد لؤي صلاح، هنا وصول، عبور، وفيها تمرير حاضرة من فيصل، كليش، لوفلو يمرر، وهنا خليل، عباس ياس، عملية التمرير حاضر رضا ماجي، كرة إلى محمد قاسم صاحب هدف التعادل، اللوفلو إلى محمد قاسم، تصل من مهند، يحاول فيها ضغط من مهند والتدخل، مخالفة ضربة حرة مباشرة بذكاء يحصل عليها لاعب الموصل، عرقلة وتدخل من مهند، وأكرم رحيم تحصل على مخالفة من خلالها يعمل ضغط في هذه اللحظات، وأيضا امتصاص لحماس الفريق المهاجم. الوصول كان حاضر في ذات اللقطة، من الجانب المقابل محمد معن يتقدم، ضغط الآن، تقدم وكرة تلعب، فرصة لهدف ثاني، لهدف ثاني، روش يا فونينغ، كان من الممكن أن تمرر، وهنا الكرة التي يتقدم فيها بيليف، يلعب الكرة والمحاولة لمحمد قاسم، يتقدم لكن استبسال وإبعاد، وبيليف بالسرعة الممكنة. تحية من المدرب على ما تم تقديمه من حالة بطولية المدافع محمد معن. هنا كرة أخرى، إعادة الكرة مرة أخرى في الخلف، بداية لعب وكرة عند مرتضى علي من جديد، آخر اللحظات، وضغط حاضر من جانب لاعبي الميناء، سيطرة وحياز على الكرة. كرة عالية تصل الآن في مكان رضا ماجي، يتابع، طالت الكرة لكن يحاول الوصول، ينجح في الوصول، يتقدم رضا ماجي، مخالفة يقول حكم المباراة على رضا ماجي. لاحظ هنا رضا ومحمد معا أو علي لطيف، تفوق كان لرضا ماجي في اللقطة الأولى، لكن بدنيا تفوق علي لطيف، فيها مخالفة أعطيت لعلي لطيف. عملية التمرير عمرو في كرة ومحاولة الآن، تصل الكرة لصالح لاعبي فريق الموصل في الوسط، حاضر التمرير، بينما كرة عالية إلى الأمام، عملية استلام، الرأسية موجودة،
واستلام آخر. الدالي والمتابعة حاضرة، فيها كرة ألكسندر يحاول فيها لا يصل إليها، وهنا الدالي مرت وطالت إلى ركنية. كان من الممكن أن يضع علاء الدين الهدف الثاني. علاء الدين من الممكن جدا كان أن يضع هدف ثاني. وهنا الرأسية الأولى وصلت إلى علاء الدين، سدد لكن إبراهيم تدخل وأبعد كرة الغيني في توقيت رائع جدا. حاول الروش الوصول لكنها كانت بعيدة على فورينغ وذهبت إلى خارج أرضية الملعب بركنية على يسار عبد سليم. آخر اللحظات قبل نهاية الوقت المضاف لشوط المباراة الأول أيها الأحبة. إلى الآن 1-1. سجل سامر محسن وسجل محمد قاسم، وهي كرة تلعب عالية إلى الأمام، رأسية وإبعاد أول. يا بيليفو، يا بيليفو على هذا الإبعاد، بينما كرة عالية تلعب الآن الرأسية من فيصل وإلى خارج أرضية الملعب. ضغط ومعها سيد سالم عامر ينهي أحداث شوط المباراة الأول أيها الأحبة بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق ما بين فريقي الموصل وضيفه الميناء. استراحة قصيرة ونعود إليكم إن شاء الله بعد أو قبل لحظات من انطلاق شوط المباراة الثاني. ورضا عبد العزيز بزاوية أخرى، وبذلك نعم هنا عصام الصبحي يصل إلى هدف الثالث مع القوة الجوية بعد أن سجل على الشرطة وعلى الكهرباء. الله 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 الله، تصويبة لا زالت، جول الكويتي عيد الرشيدي. تكلم التاريخ، هنا العراقة، هنا نقيب آسيا، هنا صاحب النجمات الثلاث. وأن ابتعدنا عن منصات التتويج سنعود لنعانق الألقاب، فنحن القوة الجوية، نحن القوة الجوية. انقلبت الموازين، انقلبت الأمور. عيد الرشيدي وصل من القادسية إلى بغداد ليسجل هدف ثاني لصقور القوة الجوية. شوفها بالإعادة، نعم هنا المرور الجميل، الله على العرضية لعبت أو التصويبة اللي لعبت، وعلى الطاير على الطاير على الطاير. شوف المرور الجميل، وهنا التصويبة، رضا تصدى لكن هوب هدف ثاني، هدف ثاني بالنسبة للقوة الجوية. انقلبت الأمور، تغيرت المعطيات، والقوة الجوية عانى على الصدارة، عانى على الصدارة، هو متصدر ويريد أن يتمسك بذلك. وبذلك عيد الرشيدي بالمشاركة الرابعة يحضر الآن، وهي كانت لمصلحة الكرخ حتى الآن وصولا لهذه الدقيقة. بينما الكرة والمحاولة جول. الله الله، المدافع سجل، المدافع سجل. مسس يسجل أول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة. عودة الحياة عندما يعود الطلبة، اي نعم، عودة الحياة عندما يعود الطلبة. هكذا يرددون، هكذا يشعرون، وبالتالي هذه
هذه اللي من خلالها سجل، هذه التي من خلالها يودع الكرة داخل الشباك ليتقدم الطلبة بأول أهداف المباراة. هدف مقابل لا شيء عن طريق المدافع ماسيس، ثاني أهدافه بهذا الموسم. هنا مرور ممتاز بكرار، يحاول بكرة بجهة اليمين. الطلبة 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 الطلبة، الله الله، جول 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 ثاني. الأنيق الطلبة بأناقة المعهودة، بأيام الجميلة، بهدف جميل لمنتظر. سجل منتظر، خلاص خلص المباراة في الدقائق الأخيرة. يظهر منتظر ثالث أهدافه من خلال هذا الموسم. الله على التركيز، الله على الاستلام الجميل. استلم الكرة بهدوء، نظر الزاوية وحط الكرة، حط على يسار حارس المرمى بباطن القدم اليمنى، بباطن القدم اليمنى، ليتقدم الطلبة بهدف ثاني وثالث أهدافه بهذا الموسم. منتظر عادل نعمة يضيف ويسجل وربما ينهي المباراة. أربيل أيضا القلعة الصفراء، هل يكتفي بالنقطة في ملعب خالي من الجماهير؟ الله الله الله، ما أروعك أورينهو، ما أروعك ما أروعك ما أروعك. الله، هدف ولا أروع من البرازيلي أورينهو، يضعها في المرمى، في سقف المرمى يسجل أورينهو هدف ولا أروع. الله 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 الله، غابت المتعة طيلة المباراة وظهرت في اللحظات الأخيرة لهذا اللقاء، وتسديدة وصاروخ يطلق اللاعب البرازيلي أورينهو بكرة جميلة ولا أروع، يسجل من خلالها واحد من أجمل أهداف دورينا بكرة لا تصد ولا ترد. الله 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 على أورينهو، الله الله على هدف جميل. ما أروعك يا أورينهو، ما أروعك في هذه اللقطة، ما هذا الهدف يا أورينهو. الله 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 على هدف جميل، هدف رائع 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 لأورينهو، يسجل من خلاله أول أهداف اللقاء لزاخو في مرمى أربيل، لزاخو في مرمى أربيل، هدف جميل. هذه لعاطر للكرة الماضية وتسديدة اللاعب جعفر التي أبعدت. نعم، الله يا فقار، فقار عبد يعيد الانتصار لأهل الدار، لأهل الدار. من البديل فقار، من البديل فقار يسجل أول أهداف المباراة رغم النقص العددي، وفقار عبد دويتش يسجل الهدف الأول في المباراة لنادي نفط ميسان. نعم، بكرة خادعت الجميع، بكرة مباغتة. ياتي أول أهداف المباراة، هدف التقدم لنادي نفط ميسان وعن طريق فقار. شاهد بهذه الطريقة خادع الجميع، وبهذه النقلة من علاء سعد برأسية فاجأت الجميع، فاجأت لاعبو نادي القاسم بكرة. نعم، كان يظن الجميع بأن اللاعب متسلل، لكن يأتي من الخلف فقار وأسكنها الشباك. هل سنقول هو هدف الانتصار يا فقار؟ بهدف أول لأصحاب الدار، بهدف أول لأصحاب الدار عن طريق الشاب فقار عبد. هنا تصل بينما تشاهد نادي القاسم يسعى بهذه الدقائق المتبقية أن يعيد الأمل وأن يتعادل وأن يتعادل وأن يتقاسم. الله، يأتي هدف التعادل. علي كريم
يكرم أصحاب الدار بهدف التعادل. نعم نعم نعم، أول أهداف اللاعب علي كريم عقب دخوله وسجل هدف التعادل. اللاعب البديل علي كريم الذي يرفض الهزيمة وأن يعود بنقطة ثمينة من ملعب ميسان الأولمبي. شاهد بهذا التقدم بهذا المرور، قال له هاك ومن تحت الأقدام، مرت بأسيست راية بنقلة جميلة مثيرة لنادي القاسم. تقدم الأسود ومرت من تحت الأقدام أو في جانب الحارس أمجد رحيم. جاء هدف التعادل لنادي القاسم. الفريق الحاسم يحسم المواجهة بهدف تعادل. محاولات مستمرة في تبادل هذه الهجمات من خلال مباراة اليوم. التقدم من علي لطيف يلعبها، التقدم مرة عدى والثاني يأتي. الله، نفط ميسان وعن طريق اللطيف علي لطيف، وعن طريق اللطيف علي لطيف ينهون الأمور بهدف ثاني في المباراة. هذه المرة عن طريق اللاعب علي لطيف بعد المطالبة، وعلي لطيف يسجل الهدف الثاني في المباراة. شاهد هذا التقدم يأتي من الخلف. هنا المرور هو من اعتمد، هو من مرر هذه الكرة لعلاء سعد، وجاء من الخلف علي بتمريرة رائعة. شاهد علاء سعد بتلك اللقطة، ومحمد سلام بعد أن وصلت، بعد أن عدت يا محمد سلام، نعم بتمريرة علي لطيف من محمد سلام. يا سلام من محمد سلام، يا سلام. وصلت الكرة، هل هنالك كانت راية؟ لا وجود لتسلل. وبعد تمريرة علي لطيف بشكل لطيف وصلت يقدام على سعد. وفي الجانب المقابل يغادر كولينز أوباري ويشترك أيمن الصفاقسي. هذه كرة ومحاولة منذ بداية الشوط، فرصة. الله أنت هنا من أجل الهدف الذي كان ينتظره جماهير ديالا في هذه اللحظات. هدف أول يسجل، البديل في أسرع حضور، في أسرع وصول. وهنا تشاهد احتفالات جماهير مدينة البرتقال. إذن أفراح عارمة في المدرج مع حضور كبير لأيمن الصفاقسي. هذا التونسي تقدم، وصل التقدم، وصل إلى المرمى. لاحظوا الكرة والخطأ الكبير من هالو، وصل، سدد كرة، وضع محمد حميد في وضع المتفرج. إذن الصفاقسي يسجل وأيمن يسجل ثالث أهدافه مع البرتقالي هذا الموسم. تسديدة بالقدم اليسرى يضعها في مرمى محمد حميد. هنا كرة وهنا محاولة وهنا هدف، وبالتالي الهدف الأول للبرتقالي يأتي سريعا، يأتي مباشرة بحضور هذا الرجل. بداية موفقة، هم لم يسجلوا في مباراتين. المشاهد تغيير في هذا الفريق. هنا ضربة حرة مباشرة، الأموري وأحمد حسن، لا يتركها أموري، فيصل هذه المرة. أحمد حسن وسجاد، من منهما قادر على إرسال الكرة وإيداعها في مرمى الحارس وسام محمد. هل يحلق صقر الغربية؟ يتقدم ماكنزي. الله، هي كراتك يا هداف، هي كراتك يا لعيب، هي كراتك يا مميز. والكرة مباشرة إلى مرمى وسام. استغلال النقص من كرة ثابتة ويضعها ماكنزي. رابع أهدافه في الدوري كهدافا للفريق. يسجل هذا اليوم هدف التعديل من ركلة حرة مباشرة. حريف هداف يسرى. هنا ركنها على يسار حارس المرمى، يعرف طريق الشباك، وبالتالي هزها مباشرة مع أول فرصة. يستغل الفرص ماكنزي ويسجل الهدف الأول ويضع الكرة الأولى في الشباك. وبالتالي 1-1 الآن. هذا التقدم وهذه الكرة وهذه التسديدة الجميلة الرائعة، وكرة وركلة حرة مباشرة وهدف التعادل. إذن هارون على التنفيذ. هل يسجل أول أهداف هذا الموسم؟ قدام ويسجل الهدف الأول للنجم. يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 13.
أو 14 من الوقت المحتسب بدل ضايع. دقيقة 14 من الوقت المحتسب بدل ضايع. إبراهيم هارون يسجل من ركلة جزاء الهدف الأول لمصلحة نادي النجف. علي فائز أضاع الركلة وهارون يسجل، وروح رياضية بينه وبين علي، وهدف أول لمصلحة النجف من ركلة جزاء. شوف 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 الحارس تقدم خارج الخط وأعاد الركلة. شوف 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 وإبراهيم يسجل هدف جميل من ركلة جزاء بكرة جميلة حلوة ملعوبة إلى سقف المرمى، ويسجل أول أهداف المباراة لمصلحة نادي النجف. أحمد عايد، أحمد يحاول داخل منطقة جزاء، كرة خطيرة خطيرة خطيرة، جول 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 بمجهود فردي رائع بكرة مهيئة من مصطفى صلاح. أحمد عايد يتلاعب بالمدافعين ويسجل هدف التعادل بالدقيقة 56 من عمر المباراة. بالدقيقة 56 أحمد عايد يسجل هدف التعادل لمصلحة نادي الكهرباء. أحمد عايد أحمد عايد أحمد عايد اللي سجل في شباك القاسم من ركلة جزاء وفي شباك دوق يسجل هدف الشخص الثالث. شوف شلون تخلص من المدافعين ولعبها على العمود البعيد وسجل هدف التعادل للكهرباء. شوف 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 هدف التعادل بمجهود فردي رائع. اجتاز اثنين من المدافعين وبيساره لعبها على العمود البعيد وأدرك التعادل لفريق الكهرباء. 1-1 الآن. تقدم النجف عن طريق إبراهيم من ركلة جزاء بالدقيقة 14 من الوقت بدل الضايع، وأدرك التعادل أحمد عايد. 5 أخطاء، 5 حالات تسلل، كرة ملعوبة بالراس، الله، جول! ولا أجمل ولا أحلى كل ما فعل هذا اللاعب أوغستينو موتو. هذه الرأسية الجميلة الرائعة اللي يسجل من خلالها هدف التقدم للكهرباء. هدف ولا أروع ولا أجمل أمام حسرة العشاق والأنصار. رأسية رائعة تمر على يسار الحارس محمد العمواس، وهدف التقدم للكهرباء. كل ما فعل هذا اللاعب في المباراة. شوف 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 الرأسية الرائعة تمر على يسار الحارس محمد العمواس، ويعلن من خلال تقدم الكهرباء بالهدف الثاني. هدفين للكهرباء، هدف واحد للنجف. شوف هدف ثاني ولا أروع. كل ما فعله أجمل ما فعله وكل ما قدم في المباراة. هذا هو اللاعب النيجيري أوغستينو موتو ليسجل هدف الشخص الثاني مع الكهرباء بعد نفط ميسان والرابع هذا الموسم، ويعلن تقدم الكهرباء بهدفين مقابل هدف واحد. أموتو 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 يسجل الهدف الثاني، هدف التقدم للكهرباء. الميناء 1-1 في الشوط الأول نتيجة المباراة حتى الآن. وفي هذه اللحظات نبدأ أحداث شوط المباراة الثاني. تغيير سريع يدفع في هذه اللحظات بمحمد غالب بديلا لكليش لوفلو لتصحيح الأمور في الخط الدفاعي بعد أن كانت هنالك هفوات مستمرة. وفي هذه اللحظات هنا الكرة تلعب في الخلف مرة أخرى. محاولة وكرة. عمرو فيها لقطة وفيها محاولة، فيها ضغط من هذا الرجل المتسبب الأول بالهدف محمد غالب البديل الذي يشترك في هذه اللحظات. هنا الكرة تلعب إلى الأمام، الرأسية حاضرة، فيها تدخل وفيها وصول وفيها حضور، بينما لقطات وكرات مستمرة. محاولات مرة أخرى. ألكسندر يلعب الكرة عالية إلى الأمام، الرأسية التي تأتي في هذه اللحظات في استلام واستقبال. التمريرات مستمرة بين الفريقين. ميدراندا بكرة تعود في الخلف. محمد معا، تعود المحاولة، بينما الاستقبال في خط دفاعي يحاول دائما وأبدا أن يكون موجود على الكرات. كرة تلعب خلف المدافعين، محاولة الوصول بالسرعة من سامر، بينما عبد سليم
في هذه اللحظات عباس ياس ينتظر زميل، ينتظر رفيق في كرة تلعب مرة أخرى. عملية الاستلام، دفع الكرة إلى الأمام، المحاولة تعود ما بين الدفاعات، يحاولون دائما وأبدا. وهنا الفرصة التي تلعب في الوسط. أكرم رحيم يحاول، أكرم رحيم البحث عن زميل دائما وأبدا. هنا الضغط حاضر، ويحاولون في أكثر من لقطة لاعبي فريق الموصل الوصول وضرب دفاعات الميناء التي يحاول أيضا فيها السيد لؤي صلاح بدخول محمد غالب السيطرة على الأمور. هنا كرة عالية ومحاولة إلى خارج أرضية الملعب، هكذا هو القرار. محمد غالب سيلعب كمدافع يمين مع إعادة فيصل جاسم. هنا هيثم الشبول، ثالث محطة مع فريق عراقي أو هي الرابعة بعد الشرطة ونفط البصرة ونفط ميسان، الآن يتواجد مع الموصل. سريعة وكرة من لاعبي الموصل بعد أن اصطدت برضا ماجي. الآن إعادة الكرة في الخلف عند الحارس مهدي هاشم. مهدي يحاول، مهدي ينتظر. هنا كرة ومحاولة تلعب إلى الخلف. موسم 82-83 كان أول ظهور للموصل في الدوري، بينما من أول لحظة من أول وهلة الميناء حاضر في الدوري. يعني بالمناسبة أول مباراة كانت أمام صلاح الدين بطل الدوري في ذلك الموسم، وفي 16 من الشهر التاسع لعام 82 وانتهت لصالح صلاح الدين ب1-0 عن طريق عناد عبد. بينما الجولة التاسعة من نفس الموسم كانت قد احتضنت أول لقاء جمع الفريقين، وانتهى اللقاء بفوز الموصل 1-0 عن طريق محمود أمين في 10 من فبراير عام 83. والإياب أيضا 1-0 للموصل وبنفس الاسم محمود أمين، سجل ذهابا وإيابا في لقاءات الفريقين. هنا تدخل وهنا خطأ ومخالفة يشير إليها حكم المباراة. هذا إبراهيم مدافع ممتاز حقيقة، صفقة في محلها ورغم معاناة الفريق دفاعيا، لكن لاعب يعطي توازن. بينما في 74-75 كان أول ظهور للميناء. هنا الكرة التي تلعب والمحاولة التي تصل مرة أخرى في هذه اللحظات. الميناء الذي كان حاضرا في النسخة الثانية، نسخة الزوراء. النسخة الأولى لم يكن حاضرا، لأن النسخة الأولى مع هذه المحاولة نتحدث عنها تلعب الكرة إلى خارج أرضية الملعب بعد أن اصطد. كان البطل الطيران، القوة الجوية، خلف النقل والمواصلات والصناعة، الشرطة، السماوة، البلديات، الجيش، وبابل والرافدين. هؤلاء العشرة كانوا من بدأوا النسخة الأولى، لكن النسخة الثانية من الدوري كانت ب13 فريقا، بطلها الزوراء والميناء في المركز الرابع ب31 نقطة. يعني فريق وإن هبط مرتين وإن تعثر مرتين، لكن عند لقب البطولة في مرة واحدة، وحدث تاريخي. ميناء في موسم 77-78 بطلا، جمع 21 نقطة في ذلك الموسم، متفوقا على الزوراء بنقطتين وأيضا على الصناعة بنفس الرصيد. مخالفة ضربة حرة مباشرة الآن، وكرة تلعب من خلال ضربة حرة مباشرة ننتظرها وننتظر الوصول. البشري، وهذه كرة ستلعب من خلال ضربة حرة مباشرة سترسل إلى منطقة الجزاء. عالية موجودة في منطقة الجزاء رأسية وإبعاد حاضر، بينما يأتي في ذلك إبعاد آخر بعد أن لعبت كرة عالية من بيليفياي العائد إلى الأدوار الدفاعية.
هذه الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. تعود المحاولة مرة أخرى في الوسط. أكرم رحيم يبحث عن زميل، يبحث عن وصول عبور الآن، لكن محمد قاسم صاحب الهدف الوحيد للميناء حتى الآن وهدف التعادل في المباراة. عمرو بشيرو في كرة تدخل وإبعاد، بينما عملية الاستلام كنترول حاضر. رضا ماجي، محمد قاسم يعود مرة أخرى في كرة وفي نقلة. المحاولة مرة أخرى، ألكسندر يحاول وفي انتظار الوصول إلى منطقة الجزاء رأسية، وإبراهيم كوناتي إلى خارج أرضية الملعب. الغيني صمام الأمان دائما وأبدا يبعد الكرة إلى الخارج. هذه المحاولة التي تصل إلى رمية جانبية. جانبية أو ركنية في هذه اللحظات. كرة عالية في منطقة الجزاء الرأسية، حذر من مرتضى علي. مرت وعبرت الآن، تدخل حكم المباراة لا يقول شيء. في تحول الآن وكرة على المسار البعيد، سيكون هنالك خطورة. فرصة الآن للفوز، للتقدم، لتحقيق الهدف. بيليف يسقط، وبالتالي ماذا يقول حكم المباراة؟ ماذا يقول سالم عامر؟ يا بيليف في سقوط، وكرة كان من الممكن أن تسدد وأن تصل إلى المرمى وأن تهز الشباك، لكن النسر نيجيريا. ماذا يقول في اللقطة وفي الكرة السيد سالم عامر؟ لؤي صلاح يستغرب من الحالة. سلامات يا تموين، سلامات يا بيليف. لاحظ هنا، هل كان في تسلل في اللقطة؟ تقدم حاضر، تدخل، وهل كان خارج منطقة الجزاء هذا التدخل؟ هل يستوجب حكم المباراة أن يخرج الكرت؟ ولؤي صلاح غاضبا كاد أن يجنجنون من الحالة ومن القرار الأخير. ماذا قرر حكم المباراة؟ هل ذهب باتجاه بيليف ليطمئن عليه؟ نعم. هل في استدعاء من تقنية الفيديو للسيد سالم عامر ليشاهد الحالة، أم إن هنالك رأي آخر يترك إلى الحكم السيد مهند قاسم؟ لاحظ التدخل الذي كان في اللقطة، هذا الدفع، هل يدخل خارج حيز المكاتفة؟ تسلل إذن في التمرير، هنالك تسلل، لذلك يغادر كل الحالات والاحتمالات. رأسية حاضرة في الوسط، تصل الكرة إلى ميدراندا يحاول يتقدم إلى الأمام. عمرو في كرة تنقل إلى علاء الدين متواجد على الجانب في هذه اللقطة. ماذا يقول حكم المباراة؟ هنالك راية وتسلل، هنالك راية وتسلل على علاء الدين الدالي في هذه اللقطة. لاحظ سلسلة تمريرات ولمسات، وهذا علاء الدين متسلل في هذه اللقطة. يرفع يد سالم عامر. 10 دقائق مرتين وهلا أحبة، تعادل 1-1 حتى الآن، يستمر منذ شوط المباراة الأول وإلى الآن. بصمة من سامر محسن وبصمة في الجانب المقابل من محمد قاسم، فيها استمرار للبحث. هنا التدخل والكرة تعود إلى الخلف. محمد غالب، إعادة الكرة والتمرير في الخلف عند إبراهيم كوناتي. يحاول إبراهيم يلعب الكرة العالية إلى الأمام ومحاولة تصل. يا رضا الله، الحظ يعاند رضا ماجي، وغضب على ماذا، واعتراض على ماذا، وتحدث مع حكم المباراة على ماذا في اللقطة وفي المحاولة. لاحظ هنا الكرة التي تلعب وتصل في الخلف. حاولوا وكان من الممكن تسجيل هدف، لكن القائم امتنع ومنع ورفض المحاولة بأكملها. هنا كرة تصل في منطقة الجزاء، إبعاد حاضر،
ومحاولة جديدة، عبد سليم يخطئ وكرة تبعد الآن، كرة تبعد الآن، مخالفة، ضربة حرة مباشرة يعطيها سيد سالم عامر من جديد، يعطيها السيد سالم عامر، يتحدث مع كابتن الفريق مهند عبد الرحيم. لاحظ أكرم رحيم ودفع على مهند لكن أعطى مخالفة. مهند يتحدث عن حالة في لقطة رضا ماجي، ماذا هناك؟ هذه اللقطة يطالبون بركلة جزاء، من هذه اللقطة يطالبون بركلة جزاء. رضا ماجي يقول هنالك شد على القميص، ولؤي صلاح غاضب دائما وابدا على القرارات في هذه المباراة. كرة الى خارج ارضية الملعب تلعب، والمحاولة فيها رمية جانبية. تعود من جديد، حكم المباراة يشير بأنها رمية جانبية لصالح فريق الميناء. مهند عبد الرحيم يتقدم، يلعب الكرة باتجاه بليف لكنها طويلة. هذا مهدي هاشم الذي يحاول دائما وأبدا الحفاظ على شباكه نظيفة. فريق الموصل في هذا الموسم خرج ب9 شباك نظيفة، بينما فريق الميناء خرج ب8، وسيبقيان على 8 و9. الشباك النظيفة التي خرجوا منها. هنا الرأسية التي تلعب مرة أخرى بالكنترول، يحاول مهند عبد الرحيم يتقدم لكنها خاطئة عند أحمد محمود. فرصة الآن، رضا ماجي وحيدا يبحث عن الكرة في الفراغ دائما وأبدا. يعود كرة في الخلف إبراهيم، عملية ضغط الآن 4 على 4، ولكن تمريرة خاطئة حاضرة من محمد غالب. في الطرف ميتراندا، هتأخذ عند روش، فانينج يحاول فيها روش، كرة إلى الأمام، عمرو فيها تمرير على الجانب، مرة أخرى يحاولون والكرة عالية، رأسية من محمد غالب حاضرة، تقدم حاضر أيضا، والكرة في منطقة الجزاء، وسط مشاهدة من الجميع، كان من الممكن أن نشاهد هدف. الثاني يأتي الآن علاء الدين بخبرته بحنكته برؤيته، يسجل هدف ثاني ويحقق الأماني دوما وأبدا لهذا الفريق الأحمر. هنا هدف ثاني لقلب الموازين، هنا هدف ثاني لتأكيد النجاح، لتأكيد الوصول. علاء الدين الكسر التسلل، الكسره إبراهيم، لاحظ هنا الإبعاد حضر، وفي لقطة سريعة ذهبت من الطرف إلى الجانب مرة أخرى. هنا كرة، هنا لقطة، هنا نقلة مرت في هذه اللحظة ولم تأتي بشيء جديد، لكن هو الحديث الجديد. هذا علاء باغت عبد سليم ووضعها في الشباك، هذا علاء الذي وصل والذي وضعها في المرمى مباشرة بعد أن وصلت، حاول فيها، سجل هدف جميل جدا. علاء الدين بذكريات جميلة بأهداف رائعة مع هذا الفريق ومع نفط ميسان ومع القرمة. إذن هنا يأتي التأكيد، هنا يأتي الحديث، هنا يأتي الانتصار والتقدم والشبول. لا زال ينتظر التأكيد على الهدف. علاء الدين بشار الدالي يسجل الهدف الثاني، ويأتي التأكيد على الهدف الثاني، وهدف شرعي تماما، هدفين مقابل لا شيء حتى الآن. بينما محاولة تلعب الآن من الطرف، فرصة وكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية.
رمية جانبية في هذه اللحظات. هذا علاء الدين الدالي يصل إلى الهدف 11 هذا الموسم. ميناء يتأخر مرة ثانية في المباراة. رحلة بحث جديدة عن هدف جديد. مرة أخرى على الطرف، محاولة تلعب إلى الأمام. علاء الدين من جديد لهدف جديد لحضور جديد، وهذه كرة إلى خارج أرضية الملعب. محاولة وكرة إلى خارج أرضية الملعب. علاء الدين الدالي يحاول من جديد ويتقدم مرة أخرى بحثا عن الحضور مرة ثانية، لكن كرة تصطد وتخرج إلى خارج أرضية الملعب. إلى الركنية هو المصير، ومن الكرات الثابتة ننتظر حضور وننتظر وصول جديد لهدف ثالث. باقر عطوان والسيدريك ناقا بديلين يأتيان الآن في هذه اللحظات. سيمون يغادر أرضية الملعب. سيمون يخرج ويستبدل في هذه اللحظات. سيدريك ناقا بديل جديد. مكان من؟ مكان هذا الرجل علي لطيف وسالم عامر. ماذا يقول؟ إذن يعطي الإنذار في هذه اللحظات لهذا الرجل الواضح أمامك علي لطيف في لحظة انتظار للدخول. بطاقة صفراء مع مغادرة لعلي لطيف في هذه اللحظات. عند انذار ويعطى انذار ويطرد في هذه اللحظات. يطرد في هذه اللحظات بسبب التأخير. ماذا جرى؟ ماذا حصل؟ استغراب، وعلي لطيف يطرد في هذه اللحظة. كابتن فريق الموصل علي لطيف يطرد في هذه اللحظات. يأخذ الورقة الحمراء مع احتجاجات وغضب. ماذا هنا؟ ماذا جرى؟ علي لطيف هل طرد أم لم يطرد؟ هنا ماذا يقول السيد سالم عامر؟ هل أجري التبديل أم لا؟ لا أعلم. لم يجرى التغيير. إذن سيلعب فريق الموصل منقوص العدد. بعد القرار سيلعب فريق الموصل منقوص العدد، ولم يدخل سيدريك ناقا. أم أنه دخل؟ ما الذي جرى بعد كل هذه المناوشات؟ لا نعلم. هنا الكرة العالية التي تلعب ومتابعة حاضرة في هذه اللحظات. التسديدة والرأسية. سيدريك ناقا دخل وكرة تلعب مبعدة مرة أخرى. عملية الاستلام روش فونينك. باقر عطوان. باقر يحاول. باقر يتقدم. باقر من أجل هدف ثالث وإلى خارج أرضية الملعب هذه الكرة. إلى خارج أرضية الملعب هذه الكرة مرة أخرى من جديد. كرة سريعة والموصل لهدف جديد. إبعاد وتدخل حاضر في هذه اللحظات. سيمون في كرة ومحاولة. علاء الدين ويأتي الإبعاد. رأسية وعبد سليم. سيمون وعلي لطيف. باقر وسيدريك ناقا هما البدلاء. هذا سيدريك ناقا الذي دخل بديلا في الشوط الثاني قبل لحظات بالتحديد، والنتيجة تستمر بهدفين مقابل هدف. إذن
إلى الأمام محمد غالب يلعب الكرة الرأسية حاضرة. مهند عبد الرحيم للتعادل يا رضا. أوه يا سيدريك كنغا، دخول وتغيير في محله في مكانه. أمن على هدف كان من الممكن أن يأتي لكنه حاول وأمن المرمى، أمن من هدف حقيقي واقعي وضربة حرة مباشرة. هنا السيد سالم عامر مرة أخرى والحديث. ياسين عدلان سامية السوري يشترك في هذه اللحظات بديلا لبيليف. هذا ياسين، وأيضا مهند عبد الرحيم كرار يغادر. لاعبين غادر أرضية الملعب. وكيسندا رونسون كيسندا أيضا يغادر أرضية الملعب أو يدخل إلى أرضية الملعب عفوا. هنا الرأسية، رأسية أولى مرت إلى خارج أرضية الملعب من ياسين عدنان سامية القادم من الكرامة هذا السوري. قدر مهند يأخذ قسطا من الراحة بعد أدوار حاول فيها في الهجوم. ديالا متعادل مع الشرطة 1-1. وجوية في 43. وإن بقيت المباراة على التعادل رسميا القوة الجوية بطل الشتاء في المرحلة الأولى مرحلة الذهاب، لكن تفكير دائما وأبدا بنهاية الموسم. تلعب محاولة وكرة إلى الأمام تدفع وإلى رمية جانبية يأتي لبعض. مصدر الأمان، مصدر الثقة، مصدر الفرح في فريق الموصل علاء الدين الدالي. هذا ناغا سيدريك ناغا. مرة أخرى تلعب وتعود الكرة في الخلف إلى الأمام بالصدر. عملية استلام رائعة جدا. ياسين ينتظر، يفضل دائما وابدا رونسون كيسندا. يتقدم كيسندا حاضر الى الامام ينتظر زميل، ولكن الكرة تصطد بقدم احد اللاعبين وتعود مرة اخرى. فيها تدخل، فيها مخالفة. ماذا يقول الحكم؟ سالم عامر كان قريب من الحدث، كان قريب من الحالة. كرة جديدة تعود من جديد لبحث جديد. تمريرة على الطرف. محمد غالب دائما وابدا على الكرات. كيسندا يحاول، ينتظر زميل. تمريرة إلى الخلف تعود مرة أخرى. مرتضى علي. هنا أحمد محمود. مرور والتدخل ومخالفة يعطيها حكم المباراة في هذه. سالم عامر مباشرة أشار إلى مخالفة. حالة وتدخل ودربك. لاحظ هنا ضربة حرة مباشرة تلعب عالية، رأسية وإبعاد، بينما تدخل كان حاضر. وهنا محاولة من جديد، التدخل الآخر في مكان آخر. لاعب يعاني من إصابة. روش يتقدم إلى الأمام. فونينج إلى الأمام. فونينج يحاول فيها فونينج وإلى خارج أرضية الملعب. كرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. ضربة
ورمية جانبية مع انذار على هذا الرجل محمد غالب بعد التدخل الذي كان على ميدراندا. حاضر التدخل سلامات لميدراندا. هنا السيد سالم عامر حاضر يتابع. بينما الكرة العالية لا تصل ورأسية وإبعاد. نقا يحاول في كرة رضا ماشي من جديد تلعب إلى الأمام عملية التقدم ولكن إلى خارج أرضية الملعب مرة أخرى. هنا التمرير وهنا الوصول في كرة تلعب من الطرف مرة أخرى. تقدم للاعبي الميناء. يا سلام على كرة تلعب في الخلف. لا زالت عملية البحث حاضرة. أكرم رحيم إلى باقر عطوان. باقر عطوان إلى الأمام ومحمد غالب يحاول. دائما وأبدا المحاولات مستمرة. نشاهد حضور الأهداف. بينما كرة تلعب وتدخل من جديد. إرسال كرة في الأمام. رأسي ومحمد غالب موجود. هنا التمريرة من إبراهيم كوناتي يحاول فيها. إبراهيم من الخلف. فيصل جاسم ينتظر انتظام الفرقة. تقريبا ربع ساعة متبقية على نهاية الوقت الأصلي. إبراهيم قطع ومرور. تدخل ومخالفة فيها انذار. فيها انذار على إبراهيم. ورقة صفراء حاضرة على الغيني. حاضر إبراهيم. تدخل على سيدريك أو هذا روشفونينج. هنا التدخل. هنا الحضور. لؤي صلاح يعاني في هذه المباراة حتى الآن. الأمور تسير على هدفين مقابل هدف. وعلاء الدين مع الروش ومحمد غالب يبعد. بينما إبعاد يأتي وكرة إلى الأمام. محاولة واصلة في الخلف. دائما وأبدا هنالك بحث مستمر. إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب يأتي في هذه اللحظات. أن يأتي الوقت الذي فيه المدرب يتخذ قرار بدفع بلاعب مهاري كرار جعفر بديلا محمد قاسم صيف. كرة عالية رأسية حاضرة. هذا محمد غالب لعب الكرة مرة أخرى كرار جعفر. كرة إلى الأمام. علاء الدين. لاحظ السرعة التي يمتلكها علاء الدين. يتفوق على فيصل جاسم. صعوبة الوصول وعلاء الدين يحاول يبعد كرة تعود إلى محمد غالب الذي ينقلها في الاتجاه المعاكس. كرة في الوسط. أحمد محمود. مرتضى علي.
مرتضى إبراهيم ومحمد غالب. لاحظ لؤي صلاح كيف غاضب من التمرير. أخطاء كارثية في الفريق. أن المدرب موجود مع الفريق منذ بداية الموسم، الآن هل يذهب صوب تغيير جديد؟ سيد لؤي صلاح على أحمد محمود، وهنا علاء الدين يعاني من إصابة، وإبراهيم كوناتي في كرة تلعب على الطرف. محمد غالب محاولة مرة أخرى التقدم، اللو فلو يحاول فيها، كرات لا تصل. صناع اللعب غائبين عن هذا الفريق حقيقة، وهذه معاناة كبيرة. بينما كرة إلى ياسين عدنان سامية. سامية في كرة وفي محاولة يحاول فيها اللو فلو، عالية ورأسية، تدخل من سيدريك ناغا. قرار جعفر لاعب مهاري، كرة ومساحات ولعب يمكن أن يصل. عباس ياس رأسية، أوه رائعة من رضا ماجي، والأروع التصدي يأتي من حارس المرمى مهدي هاشم. رائعة جدا من رضا ماجي. لاحظ صدر تتهيأ إلى رضا ماجي الذي لعبها بمقصية رائعة جدا. واصلة مباشرة، هنا سلسلة التمريرات. باقر عطوان عملية التمرير حاضر الآن للثالث لخصم المباراة. هذه محاولة، الكرة من علاء الدين، تسديدة ومطالبات بركلة جزاء. الكرة عكس الاتجاه، لوفلو يلعب كرة، تدخل حاضر، بينما استعادة الكرة سريعة سرعان ما يفقد الكرة لاعبي فريق الميناء. بينما الكرة عند علاء الدين أكثر حركية، لاعب عمل العمايل، تسبب بهدف، صنع هدف جميل وسجل هدف رائع جدا. هنا علاء الدين، بشار، تلعب الكرة الرأسية حاضرة، مهدي هاشم في رأسية وفي كرة وفي محاولة. تعود الآن إلى فيصل، عبد سليم، بينما كرة في الوسط عند لاعبي الموصل. عملية تقدم سيدريك ناغا إلى باقر عطوان. باقر يحاول هنا من الطرف، سامر محسن على معروش، بينما باقر يستعيد الكرة مرة أخرى، يحاول يتقدم باقر، ينطلق إلى الأمام، يسدد كرة إلى خارج أرضية الملعب. محاولة باقر عطوان مباشرة إلى خارج أرضية الملعب، الكرة ذهبت عند هذا الحارس. بينما المحاولة ورأسية ياسين سامية، إبعاد الكرة من سيدريك ناغا دائما وأبدا. هذا الواضح أمامكم في هذه اللقطة. مرتضى علي مع عباس ياس، كرة تلعب إلى الأمام، تدخل مرة أخرى، في سقوط سالم عامر قريب، بينما تدخل قطع الكرة. نشاط كبير، حيوية كبيرة عند لاعبي الموصل في انتظار أول انتصار للسيد هيثم الشبول وسادس انتصار للفريق. بينما كرة تلعب، تحولات دوري نجوم العراق مستمرة، مباريات قائمة،
تقدم لإربيل 1-0 على فريق القاسم. هنالك في ملعب النجف، وهنا محاولة وكرة تلعب وتنقل في هذه اللحظات. محاولة ولقطة عند باقر عطوان على الطرف. حاضرة هذه الكرة، روش فونينغ، روش يحاول يتقدم يسدد الكرة لكن تصدي حاضر. هدفين لإربيل في مرمى القاسم، والأمور في ملعب الشرطة لا زالت مستمرة. ديالا وأفراح ديالا في ملعب الشرطة، تستمر الأفراح لهذا الفريق البرتقالي. تعادل 1-1. ألغي هدف اياد عبد فرحان. هنا سلامات لعمرو في لقطة وفي تدخل. سلامات لباشيرو الذي يعاني من إصابة. وهنا روش فونينغ يغادر أيضا، من هو البديل؟ هذا بديل آخر يستعد للدخول، غيث أحمد. ميدراندا يغادر. بدلاء دخلوا الآن، تغييرات أجريت. غيث أحمد دخل، إذن عمرو بشرو، روش فونينغ، وهنا إبنزير أوفوري يشترك أيضا. ولا زالت المحاولات مستمرة. إعادة الكرة إلى الخلف. هذا عمرو يعاني من إصابة، غادر عمرو. سايمون غادر أيضا، فونينغ غادر، وميدراندا غادر. أوفوري الواضح أمامكم، الغاني الآن يأتي بديلا في هذه اللحظات أيضا. تلعب كرة إلى الأمام، بينما المحاولة حاضرة، تدخل ومخالفة، ضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات. أيضا دخل معين أحمد بديلا. إذن سيدريك ناقا مع غيث وباقر عطوان ومعين أحمد وإبنزير أوفوري. تدخل ومخالفة على كرار جعفر في هذه اللحظات. محمود خليل بديلا لعباس ياس أيضا. المدافع يغادر ويدخل في الهجوم محمود خليل، بينما الآن مخالفة، ضربة حرة مباشرة قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي. تلعب عالية، الكروس ليس مثاليا. هذا كرار جعفر، يلعب كرة، هي 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 هي، جول 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 جول. أوه على دربكة في الدفاعات، ومحاولة لم يكتب لها النجاح، مع غضب ومع ندب للحظ. ماذا جرى وماذا حصل؟ كرة أعطاها كرار جعفر على طبق من ذهب. هل يستحق فيها الميناء ركلة جزاء؟ سالم عامر يتحدث، سالم عامر يتحدث، الأمور متوقفة. لاحظ هنا كرار جعفر، لعب كرة، استلام من محمود، وفي هذه اللقطة وصل خليل. هل سيذهب إلى خيار ركلة الجزاء مع سلامة الموقف؟ الموقف سليم في هذا المحاولة والكرة، وفي هذه أيضا وصل محمود خليل، والتدخل على الكرة أم على قدم اللاعب؟ على ماذا كان التدخل الأخير؟ لاحظ هنا التدخل والوصول، لكن الإعاقة على ماذا كانت؟ صعبة.
روبرت باور الألماني تدخل على الكرة ولا على محمود خليل؟ من كان الوصول إليه أولا؟ قدم اللاعب إلى الكرة. أمور طبيعية، لا أعتقد فيها ركلة جزاء، لا أعتقد فيها ركلة جزاء. يبقى القرار للسيد سالم عامر وأيضا للسيد مهند قاسم مع اعتراضات من لؤي صلاح. الآن يتأكدون من سلامة الحالة الأخيرة. محمود خليل يطلب التنفيذ، إذن وصول إلى الكرة كان أول. محمود خليل يعترض، هذه اللقطة من أحمد محمود، تألق رائع جدا طبعا مهدي هاشم، وحاول فيها لكن لم تأتي. يعتقد الميناء سيمضي إلى تعادل، أرى فيه أن الفريق سيتعادل. فيصل جاسم، محمود خليل قريب، لماذا تنتظر؟ انظر إلى الجهة المعاكسة يا فيصل. نعم، ضغط وتعب وفقدان للمستوى البدني. بينما رأسي الآن ياسين سامية، واحد الآن من السوري يلعب الكرة في محاولة يحاول فيها أيضا لوفلو ضيقوا عليه المساحة والحكم يقول ركنية في هذه اللحظات للسفانة. هذا كليش روبي لوفلو البديل الذي يحاول. هنا أحمد محمود تشاهد الأمور تسير وتستمر. بينما إبراهيم الفرصة والكرة العالية الرأسية مبعدة عكس الاتجاه. تدخل دفاعي حاضر، وهذه كرة للتعادل، أرى فيها كرة التعادل. هنالك دفع وهنالك ركلة جزاء. نعم، هنالك دفع وهنالك ركلة جزاء. ماذا فعلت يا محمد يا معن؟ في هذه اللحظات يحرم فريق الموصل من انتصار، ومحمود خليل بديل الناجح الذي بعثر الدفاعات. حقيقة كانت أدوار رائعة جدا. وهنا هيثم لشبول أيضا تأكد من الحالة، تأكد من وجود ركلة الجزاء. لاحظ هنا تدخل بالصدر، هل في دفع من روبرت باور على محمود خليل؟ لا زال الحديث حاضر. هنا الألماني في هذه اللقطة ينتظرون رؤية لحكم المباراة السيد سالم عامر. باور مع محمود خليل وعن الذي جرى في اللقطة الأخيرة. لاحظ، هل تستحق هذه الكرة ركلة جزاء؟ الدفع كان حاضر، لكن هل ترتقي هذه اللقطة لأن تكون ركلة جزاء؟ لؤي صلاح من وجهه بأن يلعب الكرة بعد التوقف وبعد احتساب ركلة الجزاء؟ ماذا سيقول السيد سالم عامر؟ لا حديث. ومحمود خليل، سلامات لمحمود خليل. في كرة وفي بطاقة صفراء على محمد معن كابتن الفريق، تعطى من السيد سالم عامر بعد الاعتراض الأخير. هذا محمود خليل. ولا زال في انتظار التأكيد كل الموجودين في أرضية الملعب ينتظرون تأكيد الحالة. لاحظ هنا الدفع في هذه اللقطة، ماذا سيقول عليه حكم الفار بعد أن احتسب السيد سالم عامر ركلة جزاء؟ لاحظ هنا النظر على الدفع، هل في اعثار في اللقطة؟ قرار متروك لذوي الاختصاص، ولا زال الجميع في انتظار تأكيد القرار. لؤي صلاح أيضا يتحدث مع الطواقم التحكيمية، وإلى الآن الكل ينتظر تأكيد القرار. هل يعود السيد سالم عامر ليشاهد اللقطة بنفسه؟ الVAR تقنية الفيديو تستدعي السيد سالم عامر على حالة ركلة الجزاء. هذه الحالة الأولى وهذه الحالة الثانية.
هنا نشاهد ما جرى وما حصل مع محمود خليل، اعتقد في دفن، لكن الأمر متروك إلى حكم المباراة الذي هو سيتخذ القرار وسيشاهد الحالة بنفسه. محمود خليل لاحظ في هذه اللقطة هنا هل تحايل على حكم المباراة، وهنا محمد معا والاحتكاك الأخير، وماذا سيقول سالم عامر في كل هذا؟ ماذا جرى؟ والآن اللاعبين ينتظرون عودة حكم المباراة، هذا معين أحمد. إذن الكل ينتظر، والآن القرار معلق في انتظار عودة حكم المباراة من شاشة الVAR للإعلان عن وجود ركلة جزاء أم عدم وجود ركلة جزاء. نحن أمام خيارين، أم الاستمرار على القرار الأول أو إلغاء القرار. ماذا يقول السيد سالم عامر بعدما عاد، بعدما شاهد اللقطة؟ إذن عدم وجود ركلة جزاء، هنالك تسلل، هنالك تسلل. لاحظ الافراح، لاحظ الضغط الكبير على اللاعبين وعلى الجماهير، المباراة صعبة جدا. هذا أبو أمير الراقي رافعا راية الله أكبر، مشجعا للموصل، عاشقا لهذا الفريق. لاحظ هذه اللقطة، الكل عاد من التسلل. وفي الكرة التي لعبت تدخل، ماذا قال عنه حكم المباراة؟ هو أشار إلى وجود تسلل. اعتبرها تحايل، أعطى إنذار لمحمود خليل. لؤي صلاح يضبط ومنتظر الوقت الذي أهدر نتيجة التوقف. هنا تدخل بكر عطوان بذكاء، يأخذ مخالفة مع 9 دقائق وقت مضاف. هنا أحمد محمود حاضر، مباراة بدت صعبة، خسارة جديدة، رحلات في الميناء أغلبها لم يكتب فيها الانتصار. هذه كرة وهذه محاولة بداية الموسم، والميناء فاز على نفط ميسان. الآن الجولة 19 ميناء خاسر من الموسم بهدفين مقابل هدف، يعني أمور لا تسير كما يريد السيد لؤي صلاح. الميناء 9 مباريات خارج ملعبه، 3 انتصارات. هنا كرة تلعب مرة أخرى، محاولة وكرة في الوسط. الآن أحمد محمود في انتظار التمريرة، تعود إلى الخلف إلى فيصل جاسم. الوقت يمضي والميناء بدأ يتحسن بالتغييرات أيضا، التغييرات عادت بمردود إيجابي على الفريق البصري. هنا محاولة وفرصة لهدف ثالث لحسم الأمور، حسم الأمور. آخر تعادل خارج الأرض كان أمام أمانة بغداد 0-0، هل يكون هذا التعادل حاضر أيضا؟ وآخر انتصار كان على الطلبة بهدفين مقابل هدف في ملعب ديالا، وهذه تسديدة وكرة إلى خارج أرضية الملعب. ميناء الذي لم يعد بخير لا داخل أرضه ولا خارج أرضه، وهيثم الشبول يتطلع لأول انتصار، بالدعوات بالأمنيات. هنا عبد سليم، الموصل كلها تنتظر أن يحقق هذا الفريق انتصار. كرة تلعب، وهذه كرة في الأمام. محمد معا، قرار جعفر لاعب مهاري، وهنا الكرة إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات. الكرة التي تسير إلى خارج أرضية الملعب.
كرة في منطقة الجزاء، لا زالت المحاولة للميناء. كرار جعفر، حيوية كبيرة أعطاها كرار جعفر حقيقة. محمد غالب في انتظار الكروس، الكرة العالية، وياسين سامية ينتظر الوصول إلى هذه الكرة. حاول ومباشرة أيضا الكرة إلى خارج أرضية الملعب. لا زال الحديث حاضر، وهنا جماهير الموصل. كرة تعود، احتفالات لجماهير الموصل تستمر. سامر محسن لا زال، وفيصل جاسم هنا بكرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب. خسارة جديدة يتلقاها المدرب لؤي صلاح الميناء هذا الموسم في طريق الخسارة التاسعة، والموصل سيتقدم في سلم الترتيب. كرة تلعب في العمق، كليش لوفلو لم يعطي الإضافة. لوفلو هنا المحاولة التي تلعب وإبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية، محمد معن. يعود المركز السادس عشر، بينما الموصل سيذهب إلى المركز الثالث عشر. 22 نقطة في انتظار مباراة النفط وأمانة بغداد. إذن كل فريق يملك مباراة مؤجلة. 22 نقطة الموصل، 22 نقطة لنوروز. الشرطة يصل إلى النقطة الثامنة والثلاثين ولديه مباراتين مؤجلتين، وهذه الكرة ولا زالت الدربكة حاضرة، وهي فرصة يا ياسين يا عدنان سامية وإلى خارج أرضية الملعب. هذه فرصة لياسين وسلامات لياسين في هذا الاحتكاك الأخير مع محمد معا. خسارة جديدة للقاسم، انتصار جديد لأربيل الذي يبقى ثالثا في انتظار مباراة القرمة. لاحظ هنا الكرة التي تلعب من خلال باكورد واحتكاك القرمة الذي سيلاقي نفط ميسان في تمام الساعة 11:15. وهنا الكرة واللقطة بينما محاولة تلعب الرأسية مبعدة. الآن عليهم التفكير في المباراة القادمة. السيد سالم عامر، هنا اعتراضات من السيد لؤي صلاح. الميناء يوم الأحد سيواجه القرمة، والبداية لمرحلة الإياب ملعب الفيحاء، بينما يوم السبت 28 من هذا الشهر والموصل في نفس اليوم أيضا سيواجه الزوراء. سيواجه الزوراء في 11:15. مباراة كلها تقام يوم الأحد. في الجولة ستبدأ يوم الخميس، مباراة زاخو والغراف. شهر مارس الأول من الشهر ستكون المباراة الأولى للميناء وللموصل في مرحلة الإياب، لذلك مراجعة الحسابات من الطرفين لضمان البقاء، وأيضا ضمان أن يكون الفريق قد استعاد نفسه مرة أخرى. كرة في الطرف، محاولة مرة أخرى عالية للتعادل الآن، للتعادل الآن، لكنها طويلة إلى خارج أرضية الملعب، طويلة إلى خارج أرضية الملعب، والكل في انتظار صافرة سالم عامر. الكل ينتظر الصافرة من السيد سالم عامر. لؤي صلاح وكل العشاق والمحبين. المباراة 27 بين الفريقين موصلية، كما هي المباراة الأولى عندما فاز الموصل بهدف محمود أمين. يعيد التاريخ نفسه ويقدم هذا الفريق الإبداع والإمتاع والإقناع في هذه المباراة. وعلاء الدين الدالي رجل المباراة صنع هدف وسجل هدف جميل جدا. بينما كرة الآن تلعب في هذه اللحظات. الموصل كما ذكرنا يصل إلى النقطة 22. لحظات صعبة، لحظات أخيرة، ويطلب من المشجعين التفاعل مع الأحداث. سامر محسن، هذا عبد سليم الحاضر، وهنا
سيد سالم عامر يتحدث. الموصل إلى المركز الثالث عشر إذن، والميناء إلى السادس عشر. الفريق الذي يبقى في هذا المركز مع بداية الجولة القادمة. هنا الكرة، هنا اللقطة، وعبد سليم سينفذ، يدفع الكرة إلى الأمام عالية ورأسية في هذه اللحظات. هنا نقل الكرة، المحاولة والإبعاد من روبرت باور الألماني في كرة يبعدها سيدريك ناغا، بينما نقل الكرة إلى الأمام. هنا استلام، وهنا كرة في الوسط، فرصة الآن لقتل المباراة، لحسم المباراة. نقلة جميلة، وصول رائع، يا سلام على الموصل، ما هذا الإبداع، ما هذا الجمال. وهذه كرة، وسيد سالم عامر ينظر يتابع الأحداث. كرة خاطئة، ويعود سامر محسن الحصول عليها. يا معين، يتقدم معين، يصل معين، هنالك من ينتظر الكرة. هنا هو راية المساعد ترفض هدف باقر عطوان، ونحن كلنا ننتظر، نحن كلنا نراقب، وغضب لشبول على الوقت المهدر. لاحظ راح وقع في المحظور. التسلل في محله، التسلل في مكانه، وبالتالي هنا الكل ينتظر صافرة الختام من السيد سالم عامر بعد التوقف للتأكد من ركلة جزاء. أكد الحكم ضبط الوقت، وهنا ينهي الأحداث أيها الأحبة أيها الكرام. الحكم السيد سالم عامر ينهي أحداث هذه المباراة بفوز الموصل على الميناء بهدفين مقابل هدف. مبروك للموصل، هارد لك للميناء، وأول انتصار للسيد هيثم لشبول مع فريقه الجديد فريق الموصل. إلى هنا أيها الأحبة أترككم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء في مواعيد جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.